السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب. النهاردة هنعمل خلطة بانيه جميلة، وبانيه زي المطاعم ومقرمش وجميل. ويا رب الوصفة تعجبكم. متنساش الاشتراك في القناة واللايك عشان يوصل لكم كل جديد. والنهاردة بقى معانا كده حبة طماطم، حبة فلفل، فصين توم، حبة بصلة. يلا بينا على الخلاط وهحط البهارات بتاعتي وارجع لكم. طبعا هنا حطيت البهارات بتاعتي اللي هي عباره عن فلفل وكمون وكزبره وحبه بابريكا ونص معلقه جنزبيل، بتديها طعم جميل جدا، والسبع بهارات. وهنزل بعصره الليمونه دي الجميله دي. ان شاء الله يا رب التتبيله تعجبكم. التتبيله دي انا بعملها يعني ممكن تنفع معاكي شوي برضو، يعني هي جميله جدا في الشوي. وحبه قرفه كده صغيرين، وتروحي ضربهم في الخلاط. هضربهم وارجع لكم تاني. معايا نص من البانيه غسلاه كويس، طبعا غسلاه بملح وخل وليمون وحبه دقيق، وغسلهم كده كويس ونصفيهم كده من الميه بتاعتهم، ونروح نازلين عليهم بالخلطه الجميله بتاعتنا اللي احنا عملناها. بسم الله. جربي الخلطه دي بجد والله هتعجبك جدا، وطعمها تحفه، وبتخلي طعم البانيه تحفه وجميل جدا. طبعا انا هنا هسيبها بتاع ربع ساعه كده وهبدا فيها. انتي لو مستعجله بتاع 5 دقايق كده وابدأي فيها، والاحسن يعني انا ممكن اعمل التتبيله دي واسيبها بتاع ساعه فيها او ساعتين، بتخلي طعم البانيه تحفه، وبيشرب كده من الخلطه، وبيبقى التتبيله خدت طعمها كده في البانيه وخلت طعمه تحفه. فانت لو عايزه تسيبيه سيبيه. انا اوقات بسيبه لما اكون مستعجله، بعمله ربع ساعه كده وبعمله على طول. هسيبه كده في التتبيله ربع ساعه وهرجع اعمله معاكم. انا يا حبيبتي جبت بيضه، حطيت عليها فلفل وملحيه عشان نعمل بها البانيه. وهنا البقسماط الحرج ده بجيبه من عند العطار، بقلي بيه البانيه، بيبقى جميل جدا وتحفه، بيخليه مقرمش. هقلي بقى وارجع لكم. حبايبي تبلنا البانيه بتاعنا اهو، ونسخن زيت وننزل بيه على الزيت على طول. يا حبايبي كده، بسم الله بسم الله ما شاء الله. ولو وصلت الفيديو لحد هنا ما ننساش الاشتراك في القناه واللايك الجميل بتاعكم. وبينا يلا نحمر البانيه بتاعنا كده. بسم الله. يا رب وصفتي تعجبكم. شايفين البانيه وحلاوته؟ ايه رايكم؟ اهم حاجه تكوني مهديه النار عليه، يعني بعد ما الزيت يسخن وتحطيه تروحي مهديه النار عليه عشان ما يتحرقش منك. خليه عشان طبعا يستوي كده من جوه ويبقى حلو، ميبقاش محروق معاكي. بصي حبايبي البانيه بتاعنا بعد ما خلصناه اهو، شايفين الحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله، بالف هنا لله ياكل يا رب. عملت جنبهم حبه سلطه صغننين كده وحبه مكرونه. والبانيه مقرمش جدا وجميل والله. بصي انا هوريكم مقرمش حلو ومستوي من جوه زي الفل. بصوا لحمته مستويه ازاي وحلوه. بسم الله ما شاء الله. متنسيش الاشتراك في القناه واللايك وتعليقكم الجميل ويشرفني جدا متابعتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتقابل في فيديو جديد باذن الله.